السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مننا وعلينا بقى يا جماعة، فيديوهات بعض. طبعا يا حبايبي، في ليالي الشتاء الباردة وليالي شتاء نوفمبر اللي هي في عيد ميلادي اصلا، احلى نوفمبر في حياتي، ان هو اصلا ان انا مولودة فيه، يعني كفاية ان نوفمبر انا مولودة فيه وشهر 11 مولودة فيه. طبعا صح؟ نعم صح؟ نعم. والله عليك. طبعا يا حبايبي، الماتشنج اللي كلكم منتظرينه، بس مش عارفه دي مفقعه ليه كده. انا عينيا وجعتني. انا مش شايف حاجه اصلا، مش شايف حاجه صراحه يا جماعه. ماشي كملي. ده عامله وضع الصوت ولا إيه؟ كملي. هي يا جماعه مش فاقعه قوي للدرجات دي، عشان لو حد بصور متكلم ماشي انا هزعلكم. هي دي بتسكت عن حقها، انا ام ساجده. بالراحه يلا. سلمي عليهم عشان اسلم عليهم بعد. طبعا يا حبايبي متغطيين بالنسكافيه والكيكه بتاعت هايدي. يلا كملي. طبعا بالكيكه والنسكافيه والحته بقى ساقعه، وقاعدين متدفيين، والشراب بتاع طنط صباح. وطبعا يا حبايبي رميسة بقى بتسمع ايه؟ توم وجيري، بس توم وجيري خلص، بتفرج على ابطال التنتو. المهم يلا. القعده دي محتاجه مين؟ صباح. نعم صباح. انت بتتكلمي بلغه عربيه اخرى ليه؟ ايوه نعم. ايوه. سلم على حبيب بقى. ازيك يا حبيب، عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعاده وراحه بال جميعا. حبيب قلبي، قبل ما نبدا الفيديو كده ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتاني حاجه ما تنسوش دعوه لماما السعيده كده بالرحمه، ان ربنا يرحمها برحمته الواسعه، يا رب يغفر لها ويسامحها ويتجاوز عن سيئتها وتكبر حسناتها، اللهم امين يا رب العالمين، يا امتنا جميعا. طبعا الفيديو بتاع النهارده بقى موسى هتقول لكم فيديو النهارده ايه. يلا. طبعا يا حبايبي، حد تليفونك. ماشي قولي لهم الاول. تليفونك برضه. قولي لهم الاول. رميسة طبعا نسيت اقول لكم عملت لنا بقى ايه. انا قلت لها على شاي بس هي عملت نسكافيه. لو ملاحظه في واحده فاتحه وواحده غامقه. صح؟ ان هي بقى ان هي دي فاتحه ودي ان هي غامقه دي. مش مكتره طبعا دي كيكه، طبعا نص الكيكه يا بنات انا ايه ما كنتش حشيتها، فدي نص الكيكه الثانيه يا جماعه اتقضى عليها، ما عادش فيها اي حته صغيره هتصور بيها. دي نص التاني. طبعا كنت سايباها زي ما هو كده عشان ما بحبش كريمه قد كده. طبعا الفيديو بتاعنا طولنا احنا في المقدمه. الفيديو بتاعنا هو ايه يا موسى، هو ايه دودو. حبينا بقى ننوع من الروتينات وكده. ايوه، هايدي كانت قالت لي قوم اعمل روتين، فقلت لها انا عامله روتين المره اللي فاتت، تيجي نعمل تحدي. قالت لي تحدي ايه؟ وفضلنا نتكلم كده في كذا تحدي وكده، فقلت لها تيجي نعمل تحدي الاسئله. هي اصلا هايدي قايله من زمان قوي نعمل تحدي الاسئله، من ساعه ما كنا تحت كنا بنتفسح تحت. شايفه الدبان بوظت الفيديو، معلش يا جماعه، دبانه قلت الادب. والله يا امين قبل ما احنا ناكل وانا بحاول بطلعها. ايوه مش فايده. هايدي النهارده بتجري وراها بفوت المطبخ بتاع اسمها دي التشكيل بتاع المريل بتاع شوفي شايفه سوسي عايزه تظهر على يمكن عندها سؤال. لا يمكن عندها كانوا عايزين 4. دمك بقى دمك خفيف. قمر. فيلا. طبعا الفيديو النهارده عباره عن اسئله. طبعا انا احترت هيبقى اسئله ايه، فانا جبت اسئله من على ايه، من على جوجل وكده. فكل واحد هيبقى ليه كام 10 اسئله ولا 9 اسئله؟ 10. انت براحتك بقى، بس كل واحد له 10 اسئله، بس كل واحد مثلا يختار من دي كده. لا يعني انت تساليني اللي فوق وانا اسالك اللي تحت. ماشي، بس ما حدش يكرر السؤال. ما انت سؤال ولا نسال؟ مين اللي هيسال؟ انا اللي هسال. السلام عليكم. ثلاجه فيها ميه قلانه. يعني مثلا هش بقى ايه؟ يعني مثلا ايه ما هو اغرب شيء في خزانتك، وما هي وظيفتك؟ ما تقولهمش بقى، ما تقولهمش. يا حبيبتي عادي، ما هو انت يعني انت عارفاهم كلهم. طب يلا ماشي، ما تقولي. طب مين اللي هيبدا في الاسئله؟ انت ابدا. انا هبدا يا بنات. ماشي. نسموا كده بسم الله. مش هسالك من اللي انا قلتهم على فكره. ماشي. انا هجيب حاجه تقيله. ماشي. اسئله بجد، اسئله مختلفه يعني حاساها يعني مختلفه وجميله. يلا يا حاج. انا ببص للذبابه دي. انا لو قمت انا افعصها كده. ثواني بس يا بنات بفكر، لان في اسئله بختار لها. مش ضروري سؤال تختاري، قولي بالترتيب. لا مش ترتيب يا حبيبتي. طب خلاص براحتك. طب ثواني كده. ما تقوليش هش مركز. هو ايه اللي هش ليه وانا دبانه هتهشيني؟ يا استاذه دبانه. طيريهم بالتليفون. ده برد قوي، جت وقت التاني. شايفه عجبانه تقفل التسجيل. بتشوف كام دقيقه. ما هو اغرب شيء في خزانتي؟ في
في خزانتك في دولابك يعني. يعني ازاي؟ ماشي، ما هو اغرب شيء يعني؟ ايه اغرب حاجه في دولابك؟ يلا قلبي. مش حاجه غريبه، كلهم كويسين، كل دول كويسين. يعني في حاجه غريبه في دولابك؟ ايه هي؟ حاطه حاجه غريبه في دولابك. يعني الهدوم معروف، الدولاب معروف للهدوم بس، يعني هي اغرب حاجه بقى في الدولاب حطاها، حاجه غريبه يعني، مش هدوم بس. اول ما امل تتعصب مني بقوم عاينه التليفون في البتاع عشان ما تاخدوش مني. اه والله. هو التليفون؟ ومش التليفون بس، بعين الفلوس فيها برضو، بعين فلوس في جواكت الهدوم، الجواكت بتاعت بتاعت الشتاء. بعين فيها الفلوس. يعني ده اجبتك للسؤال؟ اه خلاص. انا اصلا كنت بروق الهدوم الشتاء بطلعها، لقيت في الجاكيت فيها 100 جنيه وربنا بقول لك ايه، والله وحيد ربنا فرحت قوي. طبعا جواب الشتاء دي بنلاقي فيها مناديل، بنلاقي فيها فلوس، ما شاء الله يعني. الشتاء ده فماشي. اصلا بيجيب خير. ده اول سؤال رميساء. هتسال بقى انا هسأل. مش انا اكمل لو لي الاسئله على بعضها؟ انت اسال انا اسال، الدبانه دي والله تبوظ الفيديو. ربنا يستر. لا مش هعرف اسالك السؤال ده، هنتنكد علينا كلنا. لا ما فيش حاجه نكد، ما تجيش حاجه نكد عشان ايه نكمل. يلا. ما هو لقب طفولتك يعني كانوا بيلقبوك بيه؟ اللقب؟ كان لقب كل وانت صغيره. والله يعني ماما الله يرحمها يعني، هي اللي كانت يعني ايه بتقول يعني بتندهني بيه اللقب ده، هدهد. هدهد. وبرضه حد تاني عمي اخ ابويا، عمي الجمعة برضه يعني كان بيقول لك هدهد برضه؟ هدهد. ومين تاني؟ انا لما بكون يعني، لكن بقيه العيله بتاعتنا يعني بيقولوا لي يا دودو، دودو. معروفه يعني دودو، ما حدش بيقول باسمي كمان يعني، معروفه باسم دودو. انا انتوا بس عارفين ان ماما الله انا يرحمها يعني كانت يعني كانت بتقولي لايق عليكي كده الاسم هدهد كده، يعني اللقب بتاعك كده. فين وفين لما كانت تقول دودو يعني يعتبر لما كبرت كانت تقول لي يا دودو، بس هدهد ديك فعلا. وهي وعمي ويعني كذا حد برضو من قرايبنا كده برضو. انتوا عارفين ان انا اصلا اسمي رموسه الجاموسه يعني عادي. اسالي اي حاجه، اي حاجه ما تخافيش. كده 1-1. صح. مش ليه كده 1-1 يعني انا اجيب بسرعه، انت جاوب بسرعه بقى عشان ناخد بسرعه. ما هو الطعام المفضل لك؟ انا كل حاجه بحبها، كل حاجه ربنا خلقها بحبها، لكن ما بحبش الكاكا. ما هو الطعام المفضل لك؟ يعني محشي. الاكله المفضله لك؟ محشي ومكرونه بشاميل. تمام، محشي ومكرونه بشاميل. دي تاني سؤال لرميساء. لو كان ماشي، لو كان بامكانك انت يعني ان انت تغيري حاجه واحده في نفسك، ماشي، ماذا تكون؟ في يعني مثلا طبع فيكي او صفه فيكي، انا عارفاها عامه يعني هي ايه؟ حاجه فيها اغيرها؟ طبع وحش انت مش عاوزاه يبقى هو عندك. ان انا بتعيط بسرعه. بزعل بسرعه. الله على والنبي ده اللي بتطلب من ويعني اختها. ان انا بزعل بسرعه، ويعني اقل حاجه بتزعلني. صح. فما بقدرش اصلا امسك نفسي، ويعني باخد على خاطري بسرعه، يعني في ثانيه كنت بضحك، في ثانيه لو اي حد يبص لي مثلا اقل بصه كلمه مش اصلا تمام هاي بتعيط. او يضايقني او يكتر معايا في كده، انتوا عارفين يعني ما امسكش نفسي. اتفضل النسكافيه بتاعك. انت جايبه لي الحته اللي فوق دي، ما في اسئله تحت. مش عارفه، حاسه ان اللي فوق كويس. بسرعه. متى كانت اخر مره بكيت امبارح. فيها ولماذا؟ امبارح عشان هي ومحمد كانوا قاعدين عنده فيا. هعيط تاني. امبارح يا جماعه قاعدين عنده فيا، ومحمد قاعد يرمز لها ان هي تصالحني، وانا كنت بعيط. قلت لي فاء زي ايلين يعني. بهزر معاه. ودمها كان تقيل قوي امبارح صراحه. اتفضل. كده 3 ليا و3 ليكي صح؟ ولو انتوا عندكم اسئله برضو اكتبوها لنا واحنا هنعمل فيديو عليها الجزء الثاني وهنعملها. ما هو يعني لو في اسئله عندكم لينا انا ورميساء اكتبوا لنا. كملي. ما هو اكتر شيء محرج قمت به امام شخص تحبه؟ موقف محرج عملتيه حصل معاكي قدام شخص بتحبيه او بيحبك، يعني من اخواتك يعني من اهلك كده. موقف محرج او محرج مع ماما الله يرحمها في السوق، حاجه زي كده. انت مواقف المحرجه كلها في السوق يا ام قلم. موقف محرج. عارفه انا كنت مره في السوق مع ماما سعيد، فالمهم ايه
ماما سعيدة يعني كانت ما بتحبش طولة البال الصراحة يعني، ولا في الشغل البيت ولا في أي حاجة، أو لو بعتنا نجيب طلب ما تحبش إن احنا نتأخر ثانية واحدة يعني. بعتنا الطلب نجيبه في ثانية، ما تلاقيناش نرجع على طول، ما نقفش نتكلم نلك مع إيه، مع حد ماشي حد كده يعني يعني فعلا كانت مشيانة كده، ولا كده ولا كده. فمرة كنا في السوق، فالمهم إيه كنا سوقنا وخلصنا، فطالعين بقى ماشيين إيه عشان ايه نركب بقى توك توك وكده. فالمهم انا واقفه انا وهي عشان نركب توك توك، فجت واحده جارتنا قالت ايه مش فاكره بالظبط إيه، تعالي معايا خدي باين السمك بتاعي باين وخدي معاكوا يتشوى باين او حاجه زي كده يعني. ان هي المهم ان هي واحده جارتنا وطلبت مني حاجه، قالت يا ام هايدي كذا إيه انا هاخد هايدي وابعت معاها حاجه يعني، مش فاكره بصراحه هي ايه يعني الصراحه. فالمهم رحت معاها، فماما قالت لي ايه تروحي وما تتاخريش، انا هقف استناكي اول ما تتاخرش عشان ايه نروح. قلت لها ماشي. رحت بقى معاها، الست بقى قعدت تلف وهنا شمال ويمين عشان ايه الطلب بتاعها وكده، فاتاخرنا بقى شويه. فالمهم ايه رجعت بقى يعني كام ماما. ساعة مثلا كده؟ كام ساعه إيه؟ لا مش كام ساعه، ده يعني يعتبر دقايق. دقايق؟ اه يا نهار يا نهار. ربع ساعه تقريبا. فالمهم ايه رجعت بقى لماما إيه بقى بالطلب بتاع الست دي. المهم بقى ايه ماما واقفه قدام بقى ايه، طبعا الناس بقى رايحه جايه وسوق بقى والتكاتك والناس والراحه والشباب وانتوا عارفين بقى الدنيا كلها واقفه، والمكان اللي بنركب منه بقى مليان بقى ايه شباب وكده. ماشي. فالمهم ايه قالت لي انت بتعملي ايه كل ده؟ قلت لها ما هي قعدت تلف على على مثلا الطلب بتاعها وكده. قالت تلف ما تلفش، انا قايله لك ما تاخريش، ما تلاقيتوش من اول مره ترجعي، انت بتعملي كل ده لايه؟ يعني ينفع استناكي كده؟ فالمهم ايه فانا بقى زعلت وواقفه بقى مصدومه بقى ووشي في الارض، لقيتها بقى ايه كف على طول وراح ايه الكف راح الكاس نازل. بتاع امك ده انا كده آه. بالظهر كده. الكف على بقى البق. ايه راح نازل على وشي، ما اتكلمتش يعني، الحمد لله ما اتكلمتش يعني. مصدوم. والله لو ترجع وتديني كفوف كفوف كفوف. فالمهم تفضل ايه تضربني بس يعني الحمد ترجع. لله يعني ما اتكلمتش ولا قلت حاجه، وركبنا التوك توك ومشينا وكده والحمد لله يعني. ربنا يرحمه. فده السؤال، ده الموقف المحرج يعني. ماشي. انا جيت. قلت الادب، تبان قلت الادب. هل تندم على شيء من ماضيك؟ اه صراحه. نعم. اندم او كمان. تندم عليه ان قاعده اقول ولا ينفعش؟ الحاجه اللي بتندم عليها في الماضي بتاعك. ان انا صاحبت حد وصاحبته واحده صاحبته وكنت مخلصه ليها قوي يعني، فاهمه كده. ماشي اتفضل. انا اسئلتي بجاوب بسرعه وبسال بسرعه، انت بتفضلي سنه انا ده حصل وحصل، فاهمه؟ ماشي 9 دقايق. ماشي يلا. ما هو اسم افضل اصدقائك؟ افضل اصدقائي اي اصدقاء ايام المدرسه. مجدة. ماجدة طبعا، ماجدة حبيبة قلبي اللي معايا طبعا، اللي بتبقى معايا في البث على طول. عايزة اقول لها يعني يا ريت الايام ترجع تاني، ايام اعدادي طبعا، يا ريت الايام دي ترجع تاني، ويعني يعتبر احلى صحبة في حياتي كلها يعني بجد بجد يعني هي، ويعتبر اللي قبليها بقى يعني كتير. شيماء طبعا، شيماء طبعا ايه شيماء جمال جوهر. شيماء طبعا قبليها طبعا، احنا خدنا فترة الابتدائي كلها واولى وثانيه ويعتبر ثالثه، بس الثالثه بقى ايه كنت ماجده كانت المدرسه بتاعتها اتنقلت عندنا وكده في الاعدادي، فانا يعتبر قعدت سنتين مع ماجده كده، وشيماء قبليها طبعا الاثنين يعني ربنا يسعدهم يا رب. ما هو اغرب حلم حلمت بيه؟ بس ما تتريقش عليا، بس والله حلمت بيه بجد. حلمت ان ايس كريم بيجري ورايا. وحياة ربنا، وكان لي رجلين ايس كريم انت نايمه جعانه بقى؟ لا ايس كريم يا ستي قرطاز وبيبقى عليه ايس كريم من فوق. كان في عربيه ودي كان محطوط فوقها الايس كريم دي، قامت قايمه وقامت لها رجلين وفضلت تجري ورايا، وانا باجي اصوت بعمل كده في الحلم وبجري عارفه بعمل كده بعمل كده، مش بجري جري، لا بعمل كده. هي اكيد يا بنات كانت جوعانه، بس فنايمه جعانه بقى، فعشان كده الايس كريم بيفكرها انها تقوم ايه تاكل حاجه. فحلمت ان الايس كريم بيجري ورايا وانا مش عارفه صوت ولا عارفه كده. فتفضل. اغرب حلم. انت عارفه كده كام سؤال ليا وكام سؤال ليكي؟ لا مش هنسال لحد ما ازاي يعني هو كده هنسال لحد ما نزهق ونقول خلاص كفايه عليك. لا تقريبا ده الخامس. لا ده الخامس. لا انت سالتيني، انا سالتك موقف محرج او الرابع. لا الثالث. هل تمنيتي ان انت تكوني شخص اخر، او يعني تمنيتي ان انت تبقي في حياه حد غيرك، يعني حياه ده كويسه
فاهمه؟ انا عاوزه يا ريت حياتي تبقى زيي. تمنيت ان حياتك تبقى حياه شخص اخر. يعني ان بصيت لحد يعني وحياتي تبقى هي حياته. اه قلت يا ريت ده يعني مثلا لو واحد غني، يا ريت اكون واحد، يا ريت اكون زيك. حد مثلا سعيد في حياته، يا ريت انا اكون زيك كده يعني. الصراحه لا. بجد صح صح. لا الحمد لله انا راضيه يعني باللي انا فيه، وهو اهم حاجه يعني هايدا عندها طبع، الرضا هايدا عندها طبع. والقناعه يعني. فالحمد لله يعني انا هاي. راضيه باي حاجه. طبعا يا حبايبي، يا ريت الفيديو يبقى خفيف وجميل على قلوبكم، ويا ريت الفيديو ما يبقاش تقيل عليكم. انا عارفه ان مفيش حاجه تقيل لايكات. عليكم. ما هو اكبر احلامك التي ترغب في تحقيقها؟ انت عارفه؟ لا بس هو يعني مش حلم واحد، كل واحد بيبقى له حاجات كتير في دماغه. نفسي اجيب عربيه. ده اكبر احلامك؟ ونفسي اخش ثانوي. حاجه تانية؟ نفسي ايلين تكبر وتبقى تيجي تبات معايا وتقعد معايا. ماشي اتفضل. يعني من ناحيه الاحلام، في الاحلام دي المقربه لقلبي، ان انا اخش الثانوي واجيب عربيه وايلين تكبر وتيجي تقعد معايا. تقعد معايا يعني يوم يومين كده، مش تقعد معايا على طول يعني. ان شاء الله تكبر وتيجي تبات معاكي وتمشي كده وتجيلك وتقعد معانا كده ان شاء الله. هل تريد ان تغير اسمك؟ عاوز تغير اسمك؟ اسمي؟ ولو غيرتها يبقى ايه؟ لا مش عايزه اغير. ما دام ماما اللي مسمياني وهي اللي حابه الاسم مش عايزه اغير. انا يعني بحب اسمي ومبسوطه بيه يعني. تمام وكمان ماما اللي مسمياني فكده مش عايزه اغير. خلاص ماشي. يا ترى يا ترى لو غيرت ما هو انطباعك الاول عني؟ الاول عنك هاديه قوي قوي قوي، نفسي ابقى في نفس هدوءها انت، هاديه قوي قوي ورقيقه وجميله قوي. حبيبتي يا رموز، ربنا يهديك ويصلح حالك ويحفظك ويسعدك ويوفقك في حياتك ويحقق لك كل اللي بتتمنيه. لايكات وكومنتات، واي حد عنده سؤال طبعا اكتبوه تحت وهنعمل فيديو بالاسئله اللي انتوا عايزينها. ماشي؟ احنا حابين بس نفرفش معاكم ونغير كده ايه جو الفيديوهات والروتين يعني بتاعنا. اكتر حاجه بتعجبك فيه؟ اكتر حاجه بتعجبني فيكي الدرجه ده مش اي حاجه يحزنني. لا استني بس. اكتر حاجه بتعجبني بتعجبني فيك ان انت بتعرفي تاخدي حقك، يعني انك بتردي بس بس ساعات انا بزعل، بس هي فعلا بترد على الغلط. بس برد على الغلط، لكن حبايب قلبي، لكن مثلا لو حد بس يعني قال لي كلمه وحشه انا ما عيطش زي هاي. في البس غير البس. لا. رميسة اختي بتاخد حقها وفعلا دي حاجه بس يعني ما عنديش الحدود. دي حاجه ما على عنديش فكره كويسه، لان ساعات الطيابه ما بتنفعش مع بعض الناس، او في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده للاسف الطيابه يعني ما عادش نافعه مع البشر. يعني مثلا انا ما عنديش الحدود، انت عبت فيا بالطريقه دي انا عبت فيك بالطريقه دي، واوحش كمان لان انت جرحتني، لكن ما زدتش فيها بقى ان لا مثلا قال لي كلمه عاديه اقوم رد عليه بكلام كتير، وان انا لا ده انا ارد عليك واعمل لا. هو شخص قليل الادب يستاهل ان انا ارد عليه بقله ادب بس. وفي نفس الوقت يعني رميساء ما فيش اطيب من قلبها على فكره، يعني حنينه جدا جدا، يعتبر هي احن واحده فينا. انتي بصي. ما هو اعنف شيء قمت به على الاطلاق؟ عورت انا اختك. يا لهوي، ده مش تعويره واحده. لا عورتها فعلا، كنت بقول لها هموتك وانا ماسكه يعني، انت عارفه؟ فالحته النور كان قطع وكنت بهزر معاها بقول لها هموتك واغنس منك. ومش كده بس، ده كانوا في رمضان ومولعين سلك يا وبيلعبوا نهاري. احكي اسرارك. كانوا برضه في رمضان يا بنات. طبعا انا كنت متجوزه او من امل تتجوز طبعا ماما عايشه، وطبعا كانوا بيلعبوا في الشارع بقى مع جيراننا البنات وكده، وطبعا ماسكين سلك اللي هقولها لكم يا جماعه بطريقه. اتفضل لو سمحت يعني. اتفضل. هايدي بتقولها لكم بطريقه، بس انا بقولها لكم بطريقه هتخليكم كلكم تموتوا من الضحك. كنا جايبين حته سلك اول مره في حياتنا نجيب حته سلك كبيره خالص تكفينا 3 ايام، وكنا حاطينها على الرمل وبنلعب بسلك في ايدنا. فواحنا بنلعب قامت الحته الكبيره دي لقطه من السلك، فسيبها ده هتكون عامله شرار كبير، قمت شايلها بعمل وانا بنفس الطريقه يعني، قمت ماسكه لقيت اول اختي وش امل من هنا كده وايديها بقى من هنا، صح؟
وايديها يعني لسه معلم في ايديها. لقيت الحته الكبيره دي قمت عاملاها كده، قامت كلها جايه في وشي انا، شبكه في وشي انا، قامت تجري في الشارع كله، شفتها كانها راكبه عجل في رجليها، وشي اتحرق وشي اتحرق وشي اتحرق. وانا شوف انا افكر هقول لهم مين اللي عمل كده، مفيش حل غير رميساء، بس عيال الجيران راحوا قالوا رميساء حرقت وشها، رميساء حرقت وشها. وامي جت تقول يا مراري يا مراري يا بنتي، وانا اقول بنتك هتبقى كويسه، بس انا اللي هموت دلوقتي حالا. مسكتني بقى عملت لخبطتها في كرشي وفي كرشي وفي فخدي. او ربنا ده جنات دي قدام. او ربنا يرحمه. انتوا عارفين الامهات المصريه بقى وما شاء الله. تعجن كده. مسكت فخده يومها قطعته في ايدي. يلا فين الاسئله؟ حتى توهت الاسئله يا شيخ، حرام عليك. انا كنت فاتحه دي، نجرب دي. ماشي دي جميله. ماشي. الحاجة اللي بتحبها في نفسك. الحاجه اللي بحبها في نفسي شكلك يعني. عيونك. مثلا عيوني وخدودي. يا كمال. ما هو الشيء الذي تخاف منه بشكل اكثر من اي شيء اخر؟ الكلاب. بخاف من الكلاب موت، وبعد الكلاب الفوبيا امل وايد. اتفضل. بخاف من امل وايد قوي يا جماعه، لما بيتحول ما بيشوفش حد قدامي. كده انا جبت على فين. طب ماشي هخلص بس وهعرفك، اخلص بس. نعمل لها حبه منتجات. الحاجه اللي بتضايقك بشده من الاخرين. ايه الحاجه اللي بتضايقني من الاخرين؟ التكبر. ما بحبش انا الناس اللي هي المتكبره والمتصنعه وكده يعني. لكن انا بحب التواضع، ما بحبش اللي تعوج كلامها او تتكلم بتصنع او بتكبر. لا ما بحبش كده، بحب التواضع. ايه احلى هديه جت لك في حياتك؟ انت هتقعدي تسالي ولا ايه؟ احلى هديه. احلى هديه طبعا هديه كهدايا يعني ولا كاشخاص ولا كهديه اشخاص وكهديه عادي. طبعا يعتبر احلى هدايا كانت بتجيلي كحاجات يعني في عيد ميلادي وكده. طبعا ماما الله يرحمها كانت دايما كل عيد ميلاد يعني مثلا حلقي انا كان متباع تقريبا من قبل ما اتجوز وكده، ظروف يعني كانت حصلت وكده. المهم جه في عيد ميلادي جابت لي الحلقه، جه في عيد ميلادي اللي بعده جابت لي خاتم، في عيد ميلادي اللي بعده اللي هي ماتت بقى فيه ده والله كانت بتقول لي ليكي مني هايدي الا سلسله او اجيب لك شاشه. يعني شفتوا والله ده اللي حصل. انا وهي هديه بقى الاشخاص الهديه كاشخاص يعني. والله طبعا رموس طبعا. اخواتي وجوزي طبعا وابويا طبعا وام الله يرحمها اول واحده يعني طبعا. بعدين واخواتي وبابا وجوزي طبعا واهل جوزي طبعا ربنا يخليهم ويحفظهم جميعا يا رب. يلا اخر السؤالين ليا. اخر سؤالين ده رموسه عشان كده طولنا قوي. ما نسرعنا ولا مش مشكله. ماشي. انا بفكر ان انا افتح لي فتحه وافتح من النص واقوم لابساها كانها عارفين انتوا. ما هو الشيء الذي يعطيك الطاقه والحماس للتحقيق من احلامك؟ هاي اختي قالت لي كلمه مش هنساها. قالت لي مفيش حد فيهم هيساعدك في حاجه انت نفسك فيها، محدش هيجي من بره يديكي ويقول لي خدي جيبي اللي انت نفسك فيه. انت قناتك اهم من اي حاجه. قناتك دي لو اشتغلت عليها وبقيتي كويسه فيها والناس شجعتك وكده كده الناس بتحبك، لو شجعت على القناه تجيبي احلى حاجه وكل اللي انت نفسك فيه. فعلا يعني كل واحد طبعا زي ما انتم عارفين كل واحد مشغول في بيته وكل واحد في ايه كل واحد يعني زي ما انت عارفين. تعالى يا مصر لا دي. ماشي بس المهم بس واخلص الفيديو. يعني انتوا عارفين كل واحد في بيته وكل واحد ليه مسؤوليات بيته واولاده وكده. فانا بقول لها دايما اشتغلي ووقفي وكملي وماما كانت عايزه القناه دي تبقى حاجه وانت اشتغلي ومش هتحتاجي لحد ولا ليا ولا لغيري ولا لاي حد. اشتغلي وخلي ليكي مستقبل وهي يعتبر مدرستك طبعا الاول وبعدين القناه.
يعني نزلي اي حاجه، اي حاجه تعمليها، روتين يومك، اي حاجه بتعمليها، اي طبخ، اي فطار، اي تعليق يومك. اصلا بتشوفوا ليكم بتيجي تقولي طالعه انت تشتري حاجه كده، اي حاجه، راحه الدرس كده، يومك، اي بقول لها اي حاجه، اي حاجه نزلها، المهم ما توقفيش شغلك على القناه. فاللي بيشجعني هاي اختي صراحه. واللي بيسعى ربنا طبعا، يعني انت مش هتكوني قاعده، جدا كل مش- واحد على قد مش هتكوني قاعده كده ويعني عايزه القناه تجيب لك فلوس، طب منين يعني؟ ما انت لازم تسعي وتتعبي عشان ايه؟ تلاقي برضو قد مجهودك. شيء سري تخفيه عن اهلك. سؤال صعب شويه. انا عمري ما خبيت حاجه عنك، انا حتى لو خبيت حاجه يوم هايدي بتضحك لي بروح اقول لها هايدي يا حبيبتي انت عارفه ان انا ما بخبيش لو عنك تيجي حاجه. تيجي تقول لي ايه؟ انا عايزه اقول لك حاجه، انا عارفه ان انت هتسمعيني وبالراحه، لكن يعني امل اختك بتتعصب، فانا عارفه ان انت هتسمعيني وايه، ويعني هتسمعيني للاخر، يعني مش هتتعصبي ومش هتخوفيني. انا عمري ما خبيت حاجه واحنا عنك. الاثنين يعني احنا بنحافظ عليها، أنا ودي مقربة. امل بتتعصب، امل يعني تعرف على الصح من الغلط برضو. انتوا فاهمين يا جماعه، أمل يعني. انتوا بتقولوا انتوا مقربه من اختك هايدي اكتر وامل وكده، بس انا هايدي بحسهم فعلا فعلا فعلا، بحس ان هايدي ماما، ذوقها، طريقه كلامها، طريقتها، شكلها، كل حاجه بحس ان دي ماما. بحس بتكلم معاها كده ماما انا حصل معايا كذا كذا النهارده يا هايدي، بحس ان بقول يا ماما مش هايدي كده. فاهمين؟ بس تقول كمان سؤال ما هو الشيء الذي يضايقك شدة في الاخرين؟ ان مثلا اكون بكلم حد ويعني يكون مثلا عامله مع الشخص ده الحلو كله، ويعني ما سمعتش كلامك او كلام امل، فاهمه؟ نصحناك يعني ان الشخص ده ايوه مش غلط كويس غلط كده. يعني قلت له الشخص ده غلط وانا شايفاه ان هو كويس لانه قريب منه وبضحك عليها بكلمتين ان انت اخته حبيبتي الكلام ده يا جماعه، لكن انا عملت عشانه حاجات كتير وبقيت يعني عملت عشانه حاجات كتير، وما هو بقى يجي يتكلم عليا، ده اكتر حاجه بكرهها في الشخص، اني اعمل الحلو والاقي الوحش. فانا لو عملت الوحش هلاقي الحلو، بس انا ولا هعمل ده ولا هعمل ده، انا هخليني كده مع حالي ومع نفسي وبس، وانا مستريحه كده مستريحه وانا مع حالي ومع نفسي، وانا مش عاوزه احارب عشان حد ولا حد يحارب عشان، بس انصحكم ما تصاحبوش بس كده. وربنا يهديكي ويصلح حالك وينور لك طريقك، يلا ويعني ده بنتين تبقي بتشكلوا مين يعمل لايك. وتبقي تسمعي الكلام ان احنا اول ناس وعاوزة- بنحبك ونحافظ عليكي، عاوزه اقول مش لكم هنتمنى لك يعني الضرر. عاوزه اقول لكم ان اخواتكم عمرهم ما هيكرهوكم، اخواتكم اهلكم عمرهم ما هيكرهوكم، هم اللي شايفين، هم كبيرين عنكم وشايفين الدنيا ماشيه ازاي وعارفين اللي في الدنيا اكبر منكم، انتوا لسه ممكن ما تكونوش واعيين زياده، فهم واعيين، فاسمعوا كلام اهلكم وما تدوش امان لحد، بالظبط. وخلي سركم يعني سرك مع امك، مع اخواتك، مفيش حاجه اسمها صاحبتك مع نفسك، حافظي على نفسك، ما تديش الامان لحد، عشان الدنيا يعني مبقاش فيها امان ما يعني. تديش الامان عشان ما تاخدش بالباقي البان. بس الحمد لله. عشان ما نكترش عليكم ماتشي الفيديو ماتشي لغايه دلوقتي، بس عشان حاسه ان انا فاقعه قوي. والله لما تقربي مش فقع، خلي بالك. ماشي يلا، عشان ايه ما نكترش مين عليكم جابت هايدي الفيديو، برضه؟ عشان ما نكترش عليكم بقى الفيديو. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايكات، ولو لو في اسئله عندكم تانية اكتبوا لنا في التعليقات، اي سؤال تحبوه تسالونا انا ورموسه، هنعمل جزء تاني. من غير البرودة دي هايدي هتعملي ازاي؟ ما تنسوش تروح عند قناه حياتك احلى مع هايدي نعمل لها 100,000 مشترك، عايزين نجي لها الدرع اليوتيوب، ومنهم اللي ما يتسموش عاملين قناه فيك في الفيس 100,000، اعملوا حظات. الصفحه الاساسيه بتاعت هايدي 1000 وكام؟ فيها 1000 وشويه، 1000 وشويه، لكن الصفحات كلها فيك، في واحده 75,000، حسب الله ونعم الوكيل فيك. يلا سلام.